في بداية فيلمنا بنتعرف على سارة واللي بتبقى مقتنعة إن هي ملعونة، بس لعنتها ما بدأتش في مقابر مصرية ولا مقابر رومانية حتى، لا دي بدأت في حفلة أطفال. وكالعادة الموضوع بدأ بأختها لوسي، كل اللي كانت بتعمله هي إنها كانت يدوب بس بتبتسم، وهوب أي حاجة بتعوزها بتلاقيها. وفي يوم أهلهم كده عملوا حفلة عيد ميلاد للوسي، وسارة بتقف تتفرج من بعيد على لوسي وهي واقفة عند الترابيزة وبتقطع التورتة، واللي سارة كانت عينيها فيها، فبتطلع من حمام السباحة وتروح ناحية التورتة وهي بتفكر في خطة شريرة. وفي الوقت ده لوسي بتبقى هتطفي الشمع، بس سارة بتسبقها وبتطفي هي الشمع وبتسرق أمنية لوسي. ولوسي مع إنها بتحب أختها جدا بس ما بتبقاش فاهمة ليه أختها عملت كده، فبتتخانق معاها وبتعقدها في عيشتها وبتقول لها إنها تسيبها تسرق أمنيتها دي عشان هي هتسرق كل الأماني بتاعتها من هنا ورايح. ومن اليوم ده كل حاجة بتتغير والسنين بتعدي ولوسي بتكبر وبتبقى بنت جميلة جدا، على عكس سارة اللي مع كل سنة بتبقى تعيسة أكتر لدرجة إنها بتتحايل على أهلها إنهم يدخلوها هي وأختها مدارس مختلفة. وبعد ما ده بيحصل أخيرا سارة بتفتكر إن معاناتها كده انتهت خلاص، ولما بتروح مدرستها الجديدة بتقابل شاب اسمه أروين واللي بيكون فيه كل حاجة لوسي بتحلم بيها، وبيكون عندهم نفس الهوايات ونفس الدماغ وبيبدأوا يخرجوا سوا. وسارة كمان بتفضله مساحة في الخزانة بتاعتها عشان يحط حاجته فيها، وبتديه المفتاح وبتكون فاكرة إن لعنة لوسي خلصت خلاص وإن الحب الحقيقي بيخبط على بابها. وأروين بيحضنها وبيقول لها إنها صديقته المفضلة، والبنت بتبقى طايرة من الفرحة، بس النحس بيفضل وراها. وبعد فترة أروين بيعمل فرقة كده في المدرسة وأهله بينقلوه لبلد تانية وسارة مش بتشوفه تاني، وبكده أروين أول حب في حياتها بيبعد عنها وبيتشهر مع الوقت وأغانيه بتتعرف وبيسافر العالم. ولوسي كمان بتتشهر جدا وجمالها بيسيطر على كل وكالات عارضات الأزياء، وبتتعاقد كمان مع ماركات عالمية كتير. وبالنسبة بقى لسارة فبنلاقيها عايشة في مريدة وبتشتغل من بيت جدتها وحولت جزء من البيت لمحل ملابس، وبتعمل حوالي $700 في الشهر، واللي يعني يا دوب يمشي الشغل. أي نعم ما بيبقاش شغل حلو قوي بس هي أي حاجة تعملها في حياتها وخلاص، وبتكون فادت الأمل في إنها تعمل ماركة هدوم خاصة بيها. وصاحبتها وشركتها في الشغل السكني بتفكرها دايما إنهم لازم يتعبوا، بس سارة بتكون شايفة إنها عمرها ما تعمل حاجة في حياتها عشان هي منحوسة، ومقتنعة إنها طول ما هي عايشة في بيت جدتها الصغير ده فهي كده بعدت النحس عنها. بس في يوم بتصحى من النوم على صوت رنة موبايلها وبتلاقي إن الباب بيخبط، وبتبقى لوسي أختها المثالية اللطيفة هي اللي واقفة على الباب وجاية تشقلب لها حياتها كالعادة. وبنعرف إن لوسي جاية تزورها هي وأهلها بعد ما خلصت يعني مشروع عرض الأزياء اللي كان في جبل قريب منهم، وبتكون جايبة لها معاها وردة من على الجبل للحظ السعيد. وبعدها بتبدأ تسألها عن اللي بتعمله في حياتها وعن علاقاتها بجilberto وايه اخبار المحل. بس في اللحظه دي الباب بيخبط ولوسي بتروح تفتح الباب وبتقول لساره انها عزمت باباهم يعني ومامتهم يجوا يقعدوا معاهم. وساره بتتفاجئ من ده، واول حاجه باباهم بيلاحظها اول ما بيدخل البيت هي قد ايه بيت مامته متبهدل، فساره بتقول انها تبقى توضبه يعني، بس هي عارفه ان ده مش هيحصل وان باباها عنده حق ولازم البيت يتجدد لانه متبهدل على الاخر. فبتقول له يعني انها مش لاقيه وقت تفكر في الموضوع حتى يعني وكده، وده لأن المحل بتاعها يا دوب بيجيب لها فلوس تصرف بيها على الشغل عشان يمشي وتجيب أكل وشرب يعني وتدفع الفواتير وبس وخلاص. فبتحاول تغير الموضوع وبتسأل مامتها عن خبر انفصالها هي وباباها، بس لوسي بتغير الموضوع ده وبتقول لهم إنها اتخطبت وهتتجوز. فمامتهم بتسأل لوسي على طول إذا كانت حامل ولو حبيبها ده كبير ولا صغير، ولوسي بتقول لها إنها مش حامل ولا حاجة وإنها يعني يا دوب في علاقة بس. وبعدها بترجع للموضوع اللي سارة فتحته بخصوص انفصال باباهم ومامتهم، فمامتهم بتقول لهم انها مش عايزه يعني انهم ينفصلوا، واقترحت على باباهم انهم يخلوا جوازتهم جوازه مفتوحه، وبتعترف كمان ان في حد في حياتها. وقتها باباهم بيقول لهم ان الشخص ده هنا في ميريدا وان مامتهم جايه عشان تقابله، فمامتهم بتحاول تغير الموضوع وبتقول للوسي انها كانت متوقعه تلاقي ان ساره هي اللي اتخطبت الاول بما انها الاكبر. في اللحظه دي ساره بتبقى جابت اخرها حرفيا، فبتقول لهم ان جه وقت النوم وهي هتاخد كل واحد فيهم على اوضته دلوقتي ويتكلموا في كل حاجه بكره. وبالليل ساره بتتكلم مع حبيبها وبنعرف ان هو عايش في بلد تانية واسمه روبرتو مش جilberto زي ما لوسي قالت. وكالعاده يعني الشبكه بتبقى ضعيفه وساره بتكلمه وهي نايمه في السرير، وفي وسط كلام روبرتو بيقول لها تبارك للوسي على خطوبتها. وتاني يوم ساره بتصحى تعبانه من الكنبه اللي نامت عليها
وبتسمع لوسي وهي بتقول لباباها ينجز عشان في حد جاي قريب، وبعدها سارة بتدخل المطبخ تعمل كوباية قهوة مظبوطة قبل ما أعصابها تبوظ، وفجأة بتسمع صوت حد يعني تعرفه جاي من وراها، وبيعرفها بنفسه وبيقولها إن هو يعني يبقى خطيب لوسي. ولما سارة بتلف بتلاقي الشخص اللي واقف وراها ده يبقى أروين، وبيرجع يظهر تاني في حياتها بعد كل السنين دي وواقف قدامها في المطبخ. وأروين لما بيشوفها هو كمان بيفتكرها، فبيفرح من الصدفة دي وبيروح وراها عند السفرة عشان يتأكد. وكل ده وسارة بتبقى مصدومة ومش مصدقة اللي بيحصل ولا مستوعبة ازاي أروين يبقى خطيب لوسي. وفي الوقت ده لوسي بتيجي وتبقى مبسوطة ان خطيبها جه أخيرا، فبتعرف يعني سارة على أروين وبتقول لهم انها عايزاهم يبقوا صحاب. فأروين بيقول لها انهم صحاب فعلا من زمان ويعرفوا بعض من ايام المدرسة، وده بيخلي لوسي تستغرب. وسارة كل ده واقفة متنحة مش بتنطق، وهي طالعة من الأوضة بتخبط يعني في الباب اللي وراها واللي بيقع يتكسر وراها. فباباها يعني بيرجع يفتح موضوع انها محتاجة تجدد البيت، ولحسن الحظ مش بيحصل لها حاجة. وبعدها سارة بتتصل بسكني وبتدخل المكان اللي عاملاه محل كده في البيت، وبتسأل سكني هياخدوا وقت قد ايه يبيعوا يعني في كل البضاعة اللي معاهم لو عملوا يعني عليها تخفيض وديسكاونت محترم. وده لانها بتفكر تسيب البلد قريب، وده بسبب اللي حصل النهارده. وبعدين أروين بيجي وسارة بتضطر تقفل، فبيقول لها ان هو منبهر من اللي عملته في البيت والمحل يعني اللي بيتبيع فيه هدوم ده. وهو بيتفرج على التيشيرتات اللي معروضه ساره بتمسك نفسها وبتساله هو عمل ايه في شغله وفي حياته، مع انها بتكون عارفه كل حاجه عنه وعن نجاحه بالمناسبه. فأروين بيقول لها انه بقى فنان كبير دلوقتي وبيغني لوحده، وفي وسط الكلام بيعجبه الهدوم بتاعت ساره وبيقول لها ان هو فخور بيها. وفي الوقت ده الزبائن بيبداوا ييجوا وأروين بيقول لها تروح تشوفهم وتفتح المحل. وفي المشهد اللي بعد كده ساره وسكني بيروحوا الكافيه اللي بيروحوه دايما، وبيجي كده في التلفزيون اعلان لمهرجان الموضه، وساره بتبقى مركزه مع الاعلان. فسكني بتسالها اذا كانوا يحضروه ولا لا، خصوصا ان هو يعني هيتعمل هنا. بس ساره بتبقى صرفت نظر عن الموضوع بتاع الموضه ده، بس سكني بتقول لها انها ما حاولتش كفايه اصلا. بس ساره بتقول لها انها عارفه اللي فيها ومش هتحط نفسها في الموقف ده وتفشل، ومش فارق معاها بصراحه يعني سكني شايفه ايه، لان بالنسبه لساره كل امنيه بتتمناها بتقلب معاها بنتيجه عكسيه، خصوصا من وقت عيد ميلاد لوسي. ولما سكني بتيجي يعني تشرب كده ساره مش بترضى تشرب معاها لان دماغها بتهب منها في كل مره بتشرب فيها، ومش هينفع ده يحصل النهارده خالص لان الدنيا هتخرب. بالليل لوسي بتحجز لهم في مطعم حلو عشان يحتفلوا بخبر خطوبتها، وبتطلع في بث مباشر على الانستجرام، وبتبقى متحمسه وبتعرف الجمهور بتاعها على عيلتها وبتشارك معاهم خبر خطوبتها على النجم المشهور أروين ستار. الخبر بينتشر بسرعه جدا، وفي ثانيه بيلاقوا المعجبين اتلموا حواليهم وكلهم بيكونوا عايزين يتصوروا مع لوسي. وساره بتاخد أروين تخبيه تحت الترابيزه من غير ما حد ياخد باله. وهم خارجين من المطعم ساره بتقول له ان اللي اختار له اسم الشهره ده ذوقه وحش قوي، والاسم اللي كان مسميه للفرقه بتاعته ايام الثانويه كان احلى بكتير. وتاني يوم ساره بتقعد على جنب وهي رايحه مع لوسي بتقيس الفساتين اللي في المحل، بس مش بتلاقي حاجه عجباها. فلوسي بتلف كده وبتقعد قدام ساره وبتسالها هي ازاي خلت أروين يضحك كده يوم ما كانوا في المطعم. فساره بتتخض من السؤال وما بتبقاش فاهمه ليه لوسي اصلا بتسالها سؤال زي ده عن خطيبها. مش المفروض ان الحاجه دي هي تكون عارفاها لوحدها عن الشخص اللي هتتجوزه؟ فلوسي بتقول لها انهم اي نعم بقالهم شهور مع بعض بس هي قابلته من اقل من شهر. فساره بتتفاجئ، وتاني يوم بتحكي لسكن اللي حصل وبتقول لها على طول انها لازم تتدخل، ولو مش عشان نفسها يبقى عشان اختها. بس ساره مش بتقدر تعمل حاجه زي دي، وده لانها مستحيل تقف في طريق سعاده لوسي لان ده هيكون دليل على الخيانه والغيره. وساره مش من النوع اللي بتحقد على غيرها، وغير كده كمان هي في واحد في حياتها اصلا روبرتو يا جدعان اللي احنا نسيناه ده، وبنعرف انها بقالها شهور ما شافتش روبرتو، والموضوع بدا يبقى رخم شويه. بس ده برضه مش سبب يخليها تبوظ علاقه اختها. وبالليل لوسي بتعمل جمبري خصوصا لخطيبها، بس أروين بيطلع عنده حساسيه من الجمبري، وساره بتنقذه على اخر لحظه وبتلحق لوسي قبل ما تحط له الاكل في بقه. فأروين بيوري لوسي وشم الجمبري اللي على دراعه، وبيقول لها ان هو رسمه دليل على انه عنده حساسيه منه. ومامتهم بتكون قاعده جنبهم فبتاخد بالها من وشم تاني، وبيبقى عباره عن رسمه ساره كانت بترسمها دايما وهي صغيره. وأروين وساره كانوا دايما بيخرجوا سوا وبيلفوا في الشوارع وبيعملوا مغامرات وبيرسموا على الحيطان. فلوسي بتستغل الفرصه وبتخلي ساره تحكي لها عن اليوم ده. وبعد زن لوسي ساره بتدور وسط القماش لحد ما بتلاقي القماش اللي أروين بيتكلم عنه ده، وبيعرفوا انهم لونوه بطريقه اسمها سيانو، ودي عباره عن عمليه طبع كده لرد فعل بطيء وبتتاثر من الاشعه.
وعملية الطباعة دي عادة بتحتاج كيماويات كتير، وأروين بيتفاجأ لما بيعرف إن سارة احتفظت بالقماش طول الفترة دي، ولوسي بتنبهر لما بتشوف أختها ذكية قد إيه، وده بيجيب لها فكرة، وبتقنع سارة إنها تروح معاها تقابل أرتورو كولافيتا أشهر مصمم أزياء، وطبعا لوسي بتبقى صاحبته. ولما بيقابلوا أرتورو ولوسي بيسلموا على بعض وبيقعدوا على الكراسي اللي عند حمام السباحة، ولوسي بعدها بتسأله لو عنده مجموعة جاهزة للعرض، وأرتورو بيكون عنده مجموعة لحد ما زار مارينا إبراهيموفيتش. وقتها هي شككته يعني في نفسه وسرقت تصاميمه، فلوسي بتقوله يمسك نفسه عشان هي هتعرفه على حد هينقذ حياته، وبتطلع القماشة اللي سارة عاملاها. وأرتوريتو لما بيشوف ده بيتصدم وبيقرب من الشال وبيقول لها إن ده يعتبر لوحة فنية. وبعدها لوسي بتشرح له وبتقوله إن التصميم ده اسمه سايانو، وإنهم يعني بيطبعوه في الشمس، واللي عملته واحدة عبقرية، واللي هي كمان هتفصل لها فستان فرحها. وأخيرا بتعرفوا على أختها سارة، وسارة في الوقت ده بتتوتر لأنها ما كانتش متوقعة حاجة زي كده هتحصل بسرعة قوي كده. ده غير كمان إن واحد معروف زي أرتورو كولافيتا يعجبه شغلها، وأرتورو بيبقى منبهر وبيقول للوسي إن التصميم مميز وجديد، بس هم محتاجين يلاقوا القماش اللي هيشتغلوا عليه، لأن القماش اللي عليه التصميم بتاعها ده عبارة عن حتة قماشة معفنة مش هتنفع في تصاميمه. وقتها لوسي بتقول له ياخد باله من كلامه عشان ما يجرحش أختها، خصوصا إنها أحسن مصممة هيعرفها في حياته. وبتقعد بعدها تتكلم عن الفرح وهيكون كبير قد إيه، وإن كل اللي في المجال هيسألوا عن المصممة اللي عملت الفستان. وبكده فأرتورو محظوظ إن عنده نجمة زي سارة. وفي وقت ما لوسي وأرتورو بيرموا كده كلام لبعض من تحت لتحت عن مين اللي محتاج التاني، سارة يعني بتستغل الفرصة دي وبتتراجع، وده لأنها مش عايزة الموضوع يبهوأ منها عشان النحس ما يلبسش الموضوع. فبتاخد القماشة كده من إيد أرتورو وبتمشي، وأرتورو بيضحك على تصرفها ده، وده بيخليه يعني يتفق مع لوسي في رأيها، وهو بيقول لها إن هو محتاج سارة فعلا. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف أروين وهو بيسجل الأغنية اللي كتبها أيام المدرسة، وبنعرف إن الشخص اللي ألهمه يكتب الأغنية دي كانت سارة نفسها. وبالليل أروين بيقابل سارة في البار وبيعرف إنها مستخبية هناك عشان تهرب من لوسي وأرتورو، وبيلاقيها قاعدة كده بتشرب وبتتكلم مع عامل البار اللي هناك، فبيطلب كوبايتين عصير، واحدة ليه وواحدة لسارة. وقتها سارة بتتخض لما بتشوفه، وأروين بيلاحظ إنها اتغيرت، فسارة بتسأله على طول هو بيعمل إيه هنا، وأروين بيسألها هي لسه بتتهرب منه لأنه أخد باله إنه من وقت ما جه وهي مش بتتكلم معاه زي ما متعود عليها. وبالنسبة لسارة فهو مفيش حاجة، فضلت زي ما هي عامة، واللي كانت خايفة منه حصل، وبدل ما تشرب كاس واحد بتشرب 5. وبعدها بتقول لأروين يستغل الفرصة وينطوا في حمام السباحة، فبيقعدوا يلعبوا سوا لحد ما سارة بتقول له إنها بتتمنى إنه يكون مبسوط يعني مع أختها. ولما بتاخد بالها إن هو قلب وشه بتغير كلامها وبتقول له إنها بتتمنى له السعادة في حياته مع لوسي طبعا. وقتها أروين بيستغرب وما بيكونش فاهم هي تقصد إيه بالظبط، وإزاي في حد مستسلم قوي كده وشاف إنه على طول منحوس. فسارة بتشرح له وبتقول له إنها وقت ما كانت طفلة الأمنيات بتاعتها اتسرقت منها، ودلوقتي كل اللي بتتمناه بيتحقق، بس بيتحقق لناس تانية، وهي مش بيحصل لها غير الكوارث بس. وعشان كده هي بتتمنى إنه هو ولوسي ما يبقوش مبسوطين، على أساس إن العكس هو لا يتحقق. وقتها أروين بيتفاجأ بس بيبدأ يفهم اللي بيحصل، وبيسألها إذا كان هو ده السبب اللي خلاها تفكها من العرض. فسارة بتقوله إن اللعنة دي حقيقية. فأروين بيخرج من المية وبياخد تليفونه وبيعمل مكالمة مهمة، ولما سارة بتسأله هو بيكلم مين بيقولها إن هو بيكلم أرتورو. وبعدها الاتنين بيقعدوا يفتكروا في أيام زمان، وبياكلوا وبيرقصوا في الشوارع وبيعملوا ذكريات جديدة شبه الذكريات القديمة. ولما بيرجعوا البيت سارة بتلاقي فيه مفاجأة كبيرة مستنياها، وهي إن روبرتو جه من السفر عشان يزورها. وتاني يوم الصبح سارة بتصحى عطشانة وباين عليها التعب، فلوسي بتيجي وهي معاها ازازة المية ومزيل مكياج. فسارة بتسألها إذا كان روبرتو هنا فعلا ولا هي بتحلم، ولوسي بتقول لهم إن روبرتو هنا فعلا وإن الوضع تحت السيطرة. وبعدها لوسي بتساعدها تجهز الفطار. وفي المشهد اللي بعد كده الكل بيكون مبسوط ما عدا سارة، وأخيرا بتسلم على حبيبها في الحقيقة. وروبرتو مش بيجيب سيرة اللي حصل اليوم اللي فات، وهم قاعدين يفطروا لوسي بتقول لروبرتو إنها هي وأروين هيتجوزوا هنا. فروبرتو بيهزر وبيقول لها إنهم لو ناويين يتجوزوا هنا فهم يحتاجوا كراسي أكتر. فلوسي بتضحك وبتقول له إنها تقصد إنهم هيتجوزوا هنا في ميريدا في مكان حلو جدا، واللي هتصمم لها فستان فرحها هي سارة. فروبرتو بيتحمس جدا لسارة وبيبارك لها على الخطوة دي. وبعد كده سارة وهي في المحل بتحكي لسكني عن كل اللي حصل، وبتقول لها إنهم محتاجين يبدأوا شغل على فستان أختها لأنه محتاج شغل كتير، ومحتاجين كمان يرسموا تصاميم لمجموعة العرض. فبيبدأوا يشتغلوا على طول وبيرسموا وبيطبعوا ويصبغوا القماش زي ما سارة شرحت. وسارة وهي بتنشر القماش اللي بتشتغل عليه
بتسمع أروين وهو بيتكلم مع لوسي بره، فبتقول لهم يعني إنها هي وروبرتو هيناموا في الأوضة النهاردة، فهم هيناموا على الكنبة اللي بتتفتح، ولما هيدخلوا لازم يقفلوا الباب الخلفي. وتاني يوم الصبح سارة بتعرف إن لوسي ما باتتش في الأوضة اللي قالت لهم عليها، وهي وأروين راحوا يباتوا في الفندق. ولما بتروح تتأكد إذا كان الباب مقفول ولا لأ، بتلاقيه مفتوح والشمس دخلت وبوظت التصاميم، وبتقعد تزعق وبتقول إنها كانت عارفة إنها مش هينفع تشارك في العرض. وبالليل سارة بتقعد تندب في حظها وبتشرب عشان تنسى أحزانها، وأروين بيلاقيها قاعدة تعيط فبيحاول يغير لها مودها. وتاني يوم لوسي بتاخد سارة يعملوا جلسة تدليك عشان تعتذر لها على اللي حصل، وهما بيتكلموا مع بعض عن التصاميم. لوسي بتقول لسارة إنها مش حاسة إن أروين عايز يتجوزها، وإنها كمان بتحس إن كل الأغاني اللي بيكتبها مش عنها وعن واحدة تانية، واللي غالبا هي أول حب في حياته. وبتقولها كمان إنها خايفة لما يكونش في حد عايز يكمل باقي حياته معاها، بس سارة بتكون شايفة إن ده مش حقيقي، لأن لوسي حلوة من جوه ومن بره، وأي حد يتمنى يكون معاها وتبقى أمه ده عياله اللي هيتجوزها. وبالليل في وقت ما الكل بيبقى بيحاول ينام، سارة بتسمع صوت أروين وهو بيغني لها من تحت الشباك، وبيطلب منها تنزل وتجيب معاها القماش والتصاميم، وبعدها بياخدها للبحر وبيصطادوا ريش كده يستخدموه في التصاميم بتاعتها. وهما ماشيين بالمركب سارة بتسأله هو لقى اللي كان بيدور عليه في ميريدا ولا لسه، وأروين بيقول لها إنه لقى استوديو كويس يسجل فيه، وإنه عايز يسجل أغاني شخصية ما ينشرهاش. وبعدين بيلعبوا مع البجع وبياخدوا الريش اللي واقع منهم. وهم راجعين البيت أروين بيحكي لها يعني إن خطوبتهم هو ولوسي حصلت بسرعة قوي، وإن هو معجب بيها جدا فعلا، بس فكرة الجواز دي حاسسها بعيدة حبتين. وهم في البيت روبرتو بيقول لسارة إن هو ينقل وهيعيش هنا في ميريدا. وبعدها في وقت الفطار سارة بتقول لكل اللي موجودين يساعدوها في العرض وفستان الفرح، ومعروف إن العرض ده مهم ودايما بيحقق نجاح عالي، فأرتورو بيتحمس ليه جدا خصوصا لما بيشوف تصاميم سارة، وبيقول لها كمان إنها هي اللي هتبقى مسؤولة عن العرض كله. وفي يوم العرض الضيوف بيعجبهم التصاميم جدا وبيسقفوا لما بيشوفوها على العارضات. وتاني يوم الصبح سارة بتصحى تلاقي أروين حاطط لها أكل ومية وعلبة فيها هدية، فبتفتح الهدية وبتلاقي نسخة من أول ألبوم لأروين معمول ليها مخصوص، فبتروح تدور عليه وبتلاقيه بيعمل يوجا. ولما بتواجهه بيقول لها يعني إن هو كان بيحاول يهتم بيها ويساعدها بعد التعب اللي تعبته اليوم اللي فات لأنهم صحاب. وبعد شوية روبرتو بيجي وبيلاقيهم قاعدين سوا، فسارة بتعرض على روبرتو إن هو يتجوزها. وبعدين بنشوفها وهي مسحولة في تصميم الفستان، وهم قاعدين في أوضة التصميم ولوسي بتقيس الفستان بيعجبها على الآخر. وفي الناحية التانية ساكاني بتحاول تقنع روبرتو إن هو ما ينقلش لميريدا. وفي آخر يوم روبرتو بيتعب عشان بيتصاب بفيروس، ولما سارة يعني بتزوره في المستشفى بيسألها إذا كانت هي دي خطتها من البداية، عشان فكرة إن هو ينقل لميريدا دي مش عاجباها. فسارة بتحكي له عن اللعنة بتاعتها وإنها معدية، فروبرتو بيقول لها إنه مش خايف من أي نحس ولا الكلام الفارغ ده، واللي خايف منه بس هو إن سارة ما تبقاش عايزة تكون معاه، أو يعني يحس إنها مش مبسوطة وإنها تطلع في الآخر عايزة أروين. وبكده سارة وروبرتو بيتفقوا يلغوا موضوع خطوبتهم ده ويبقوا صحاب. وبعدين بتشوف المكان اللي لوسي مختاراه عشان تعمل فيه الفرح، والمكان بيبقى تحفة وفيه ميكس كده بين الفخامة والتقاليد المختلفة، والمكان بيطلع مستوحى من العمارة الأسبانية. ولما بيروحوا يتفرجوا على المكان أروين بياخد سارة على جنب عشان يتكلم معاها، بس أصحابه بيتفاجئوا وبيطلعوا عاملين له حفلة توديع عزوبية. ولوسي بتلاحظ إن سارة فيها حاجة مش طبيعية وهي بتحتفل مع أروين وأصحابه. ويوم الفرح لوسي بتلبس الفستان وبيطلع مميز كالعادة وفي تفاصيل كتير وبيعجب الكل. وبعد شوية لوسي بتعرض على سارة إنها تروح تشتغل معاها كمصممة الأزياء الخاصة بيها في ميلانو، وسارة بتقول للوسي تركن الموضوع ده على جنب دلوقتي لأنهم معاهم موضوع تاني مهم دلوقتي. وبنعرف إن مامتهم مش جاهزة للحفلة وباباهم مش بيرد على تليفونه، وعشان كده هما محتاجين يدوروا عليهم. ولما بيدوروا عليهم بيكتشفوا إنهم اتصالحوا، فلوسي بتسألهم عن السبب اللي خلاهم يرجعوا، فمامتهم يعني بتقول لهم إنه لما الحب بيكون حقيقي بيبقى مليان مفاجآت يا السادة مش متوقعة زي الألعاب النارية بالظبط. وكلامها ده بيأثر في لوسي، واللي بتلاقي نفسها بعدين بتخبط على باب أوضة أروين، ولما بيفتح لها الباب بتقول له إنها مش بتحب أغاني دي خالص ولا منبهرة بالقصص اللي بيحكيها لها بتاعت مغامراته، وإنها مش حاسة إنها مبسوطة معاه لما بتشوفه. وأروين كمان بيعترف لها إنه مش حابب حياتها ومش عارف يتأقلم معاها، وزهق بقى من جو الستوريز اللي بتنزلها على انستجرام وإن كل حاجة بتشاركها مع الفانز بتوعها. والاتنين بيتفقوا على إنهم ما كانوش يعرفوا بعض ولا عمرهم حبوا بعض أصلا، وإنهم مش عايزين يقضوا بقى حياتهم سوا، فبيقرروا يلغوا الفرح. ولوسي بتقول له إنها عارفة هتصلح الوضع إزاي، فبتتصل بسارة وبتطلب منها تقابلها في مكان بعيد. ولما سارة بتروح لوسي بتقول لها على خطتها
وإنها عايزة تلغي الفرح، وبتقول لسارة إنها شافت قد إيه أروين مناسب معاها جدا، وإنها اكتشفت كمان إن أغاني أروين كلها عن سارة. وبعد ما أخدت القرار ده هي حست إن الحمل اتشال من عليها، وإن كل الحكاية إنها كانت حابة فكرة إنها تكون مع أروين، بس الحقيقة إنها مش بتحبه ومش هتبقى مبسوطة معاه. ولوسي كانت دايما بتحلم إنها تبقى محظوظة زي سارة، بس سارة مش بتصدق كلامها وبتسألها هي ليه ممكن تفكر في كده، في حين إنها هي اللي واخدة حظها كله بقالها سنين. وقتها لوسي بتتصدم ومش بتقدر تنطق، فسارة بتفكرها باللي حصل في عيد ميلادها، وإنها كانت عايزة تسرق أمنياتها كلها عشان تنتقم منها. فلوسي بتقول لها إن وقتها كان عندها 5 سنين ومش فاكرة حاجة من اللي حصل ده، وكل اللي فاكراه بس هو إنها كانت دايما عايزة إن سارة تبقى مبسوطة، ومش لوسي خالص هي اللي نحستها. دي سارة هي اللي ما قدرتش تتخطى الموقف، وإنها هي اللي كانت متشائمة ومستنية حياتها تبوظ دايما. وبعدها لوسي بتقول لسارة تدور على أروين، وفي المشهد اللي بعد كده سارة بتلاقيه لامم شنطته وماشي، فبتقوله إنها بتحبه. وبعد كام يوم لوسي بتاخد سارة ويتفرجوا على الحيتان زي ما سارة كانت عايزة تعمل يوم حفلة العيد ميلاد. ومن وقتها والأختين بيقربوا أكتر من بعض وعلاقتهم بتتصلح. وبس كده، أشوفك بقى المرة الجاية، سلام.